لو انت طبيب اسنان او طالب اسنان او من طاقم تمريض الاسنان فالفيديو ده ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دكتور ساموراي. معاكم احمد سيد خليل، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن مخاطر ممارسة مهنة طب الأسنان. في سنة 2015 نشر موقع CNBC بالعربية مقالة بعنوان ما هي المهن الأكثر خطورة على صحة الإنسان. المقالة دي كانت تتكلم عن دراسة اتعملت على موقع بيزنس انسايدر، بالإضافة إلى أنهم استعانوا ببعض البيانات من شبكة المعلومات المهنية في وزارة العمل الأمريكية. كانت البيانات والدراسة دي معمولة على 974 وظيفة، وبيقارنوهم ببعض من خلال 6 أنواع من المخاطر، زي مخاطر التعرض للعدوى، ومخاطر التعرض للملوثات، ومخاطر التعرض الإشعاعي، ومخاطر الحرق والبتر واللدغ، وكمان الغريب في الموضوع مخاطر التعرض للجلوس لفترات طويله اثناء العمل. عارف انك انت مستغرب دلوقتي من اخر نوع من المخاطر دي، اشمعنى يعني المخاطر التعرض لفترات طويله في الجلوس اثناء العمل؟ لان الدراسه دي كانت معموله على دراسات مسبقه، كان منها دراسه بتقول ان الجلوس لفترات طويله اثناء العمل او في الحياه العامه عموما ده بيعرضك الى حدوث خمول في العضلات الهيكليه بتاعتك، اللي بتؤدي بعد كده الى حدوث حاجه اسمها السيل ايجينج، يعني الخلايا بتاعتك بتكبر بصوره اسرع في السن بسبب ان الميتابوليزم بتاعها بيقل، كمان فرصه تعودها على الريجنريشن بيكون اقل، فده بيؤدي الى تعرضك الى قصر عمرك، يعني عمرك بيكون اقصر من المعتاد ليك في حياتك لو انت بتشتغل في وظيفه تانية او حياتك مش معتمده على الجلوس لفترات طويله. والموضوع ده هنتكلم عنه في حلقات تانية باذن الله بصوره مفصله عشان تبقى فاهم الدنيا وازاي تقي نفسك منه باذن الله. طبقا بقى ل6 انواع المخاطر دول بداوا يصنفوا الوظائف حسب المخاطر دي من 0 ل 100، يعني عملوا حاجه اسمها درجه الخطوره. درجه الخطوره دي من 0 ل 100 على حسب 6 انواع المخاطر دول، وجاي في المرتبه الاولى في الوظائف الاكثر خطوره اللي هي تعتبر نمبر 1 خطوره مهنه طب الاسنان بجراحينها ومساعدينها من طاقم التمريض بدرجه خطوره 65.4%. فليه تعتبر مهنه الاسنان خطيره بالشكل ده؟ انا عن نفسي لما قرات المقال ده انصدمت، يعني انا كنت بحسب ان الموضوع مش مستاهل الافواره دي كلها. فخلينا نعرف طبيب الاسنان بيتعرض لايه يوميا اثناء شغله. اولا الاصابه بالعدوى من المرضى، وخصوصا لانه بيتعامل مع مثلث الخطر في جسم الانسان اللي هو الفم والعين والانف، ودي حلها في الانفكشن كنترول الكويس، وان شاء الله هيكون لنا حلقه باذن الله عن الانفكشن كنترول بطريقه مفصله باذن الله. تاني مخاطره وهو تعرضه للملوثات. الملوثات دي ممكن تسبب له اما تسمم او تسبب له حساسيه، زي مثلا التعرض للامالجم والزئبق اللي فيه. ثالث مخاطره وهو التعرض الاشعاعي، وخصوصا اشعه اكس راي اللي بقت مهمه جدا في عياداتنا عشان نعمل تشخيص ناجح، فبقى لازم تعمل اشعه اكس راي لكل شخص داخل العياده، ده بالاضافه كمان لو هيعمل جلسات اندو. رابع مخاطره وهو التعرض للضوضاء البصريه، بسبب انك مركز طول اليوم على مساحه صغيره من جسم الانسان وهي الفم، وخصوصا كمان لو انت مركز على ضرس معين بالاضافه الى اللايت اللي جاي من اليونت، فده بيؤدي الى ارهاق عينك واضعافها على المدى البعيد. خامس مخاطره وهو التعرض للضوضاء السمعيه. عندك بقى اصوات الكمبريسور، الكونترا، الامالجاميتر، واي حاجه عندك في عياده الاسنان ممكن تؤدي الى دوشه او ضوضاء حواليك، فده برضو على المدى البعيد بيجيب لك صداع، بيجيب لك الم في ودانك وهكذا. سادس مخاطره وهو التعرض لضغوطات نفسيه واجتماعيه. انت كطبيب اسنان مطالب منك تظبط مواعيدك مع المرضى والمعمل والسكرتاريه والكهربائي والسباك ودفع الفواتير والايجار وهكذا، فده كله بيحطك في ضغوطات نفسيه، بالاضافه ان بيكون لك وقت قليل تقضيه مع عيلتك واصحابك وحضور المناسبات، فده بيقلل من ظهورك الاجتماعي حوالين الناس. سابع مخاطره وهو التعرض لاضطرابات في العضلات الهيكليه والعمود الفقري والحوض بسبب الجلوس بصوره متعدده لفترات طويله، كمان بسبب الوضعيات الغير سليمه اثناء الشغل، وده بيؤدي الى قصر العمر وخمول في الشكل وقله اللياقه البدنيه على المدى البعيد. ثامن مخاطره واخر مخاطره وهو التعرض لمناظر وروائح غير لطيفه من المرضى، واللي بالتبعيه بيؤدي الى فقدان الشهيه عندك، وبالتالي هتأثر على نظامك الغذائي. ولكن في نهاية الحلقة أحب أبشرك وأقول لك ما تقلقش، إن شاء الله على القناة هنا هيكون لنا سلسلة كاملة من الفيديوهات هتوضح لك طرق الوقاية والعلاج من المشاكل دي كلها. وفي النهاية الغرض من الفيديو ده مش إني أحبطك أو يجي لك يأس من الشغلانة أو تسيبها لا قدر الله، أنا بس بعرفك بالواقع عشان يكون عندك المعرفة الكاملة بيه عشان تقدر تحافظ على نفسك منه. ونختم الحلقة ببيت شعر لأبو فراس الحمداني بيقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. انا بس بعرفك المخاطر دي عشان يكون عندك الوقايه الكامله منها عشان ما تقعش فيها لا قدر الله. بس كده يا سيدي،
نشوفكم على خير باذن الله في الفيديوهات الجايه. السلام عليكم.